الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أرسل أنبياءه فهدى بهم الأمم، وأيقظ بهم الهمم، فأخرجهم إلى الحياة من العدم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، وأرسلت بالتوراة موسى مرشدا، ومن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيلا. اللهم صل على مصباح الجمال ومنبع الكمال وعظيم الخصال، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم الدين. وبعد، باسمي وباسم إخوة طلبة العلم أتقدم بجزيل الشكر والامتنان وآيات المحبة والعرفان لمدرستنا التي لم توفر جهدا في خدمتنا، وقدمت لنا كل ما يعيننا على أن نكون طلبة علم بحق وصدق. نشكر مديرنا الشيخ فاتح حفظه الله تعالى على كل ما بذله من جهد وتضحية، ونشكر شيخنا أبا بكر على جهوده التي قدمها وبذلها، ونشكر معلمينا وأساتذتنا الأكارم الذين رافقونا في ليلنا ونهارنا، فكانوا بمثابة الأهل في عطفهم علينا ورعايتهم لنا، ونطلب منهم السماح على ما كان منا من تقصير تجاه واجباتنا التي كلفونا بها وأوصونا بحفظها. نقول لكم إنما وصلنا إليه من خير فهو ثمرة من ثمار عطائكم، ونسأل الله أن يثبتنا على العهد الذي كنا عليه معكم من لزوم لتلاوة القرآن ومحافظة على الأذكار وملازمة لصلاة الجماعة وتمسك بفضائل الأخلاق والأعمال. ولنا عودة إلى هذه الروضة المباركة بإذن الله، نلتقي ونرتقي بما نتلقاه منكم. أتينا ننهل من فيض العلماء ما بين صلاة أو درس وسلوك نحو العلياء، تأتينا من كل طريق أنوار من نور حراء. اللهم اجعلنا طلبة علم مخلصين، واجعلنا من العلماء العاملين. آمين. اللهم اجز عنا مشايخنا وأساتذتنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في الدنيا على طاعتك، وفي الآخرة في جنتك، برفقة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين.